الزمالك يخسر من بيراميدز 3-0. 3-0 بيخسر نادي الزمالك من بيراميدز في مباراة سيئة جدا 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 من نادي الزمالك. والله العظيم يعني أسوأ مباراة لنادي الزمالك. يعني أنا مش عارف بجد والله العظيم، وعك من جروس غريب جدا. يعني أنا والله كأهلاوي أنا مش عارف إيه العك ده. والله يعني الزمالك النهارده اتمرمط. اعتقد ان النتيجه دي اكبر نتيجه لبيراميدز في تاريخه على نادي الزمالك. يعني اعتقد مفيش اكبر من النتيجه دي، واسوأ اداء لنادي الزمالك امام بيراميدز اعتقد، يعني كده ان لم تخني الذاكره. بجد مباراه سيئه جدا لنادي الزمالك. والله يعني أنا مش عارف هو ده نادي الزمالك فعلا بجد. يعني بجد حاجة يعني صعبة جدا. النهاردة نادي الزمالك اتبهدل حرفيا والله العظيم. 3-0. مصطفى فتحي وفيستون مايلي وإبراهيم عادل ورمضان صبحي عملها له جميلة جدا بصراحة. الزمالك النهاردة والناحية الشمال كل الاجوان من الناحية الشمال. يعني مش عارف كان فيه النهاردة بجد. وكريستيان جروس عك غريب جدا. عندك ناصر منسي ماشي كويس الفترة اللي فاتت ولعيب كويس جدا وماشي بشكل جيد جدا الفترة اللي فاتت، ما نزلوش. وعندك محمد حمدي لعيب كويس جدا، ما بتنزلوش ليه؟ يعني محمد حمدي لعيب ممتاز جدا، وكان مع انبي ممتاز جدا من احسن اللعيبة. طب ما بتنزلوش ليه؟ مش فاهم. يعني في علامات استفهام كتير. بنتايج ماشي كويس برضو، كان معرفش مقعده ليه برضو. فبجد عك النهارده من كريستيان جروس انا عمري ما شفته بصراحه. والله العظيم مباراه سيئه جدا لنادي الزمالك. بجد 3-0 الزمالك اتبهدل. وزي ما قلت لكم نادي الزمالك يا جماعه عايز لعيبه، عايز مش اقل من 10 لعيبه، عايز مش اقل من 10 لعيبه سوبر عشان يقدر يعني ايه يعمل حاجه. لكن انا حتى والله اخويا بيقول لي الزمالك هيكسب ولا بيراميدز، قلت له قولا واحدا بيراميدز. ليه؟ لان نادي الزمالك ما عملش اي صفقات، ما عملش اي حاجه من اول الموسم. يعني ممشيها بالبركه، وحتى اللعيبه اللي عنده اللي هي موجوده يعني ايه مش بيديلها الفرصه ومش بينزلها. فبجد يعني مباراه سيئه جدا. ونادي الزمالك اتمرمط النهارده مرمطه بصراحه يعني غريبه جدا. يعني 3-0 مع الرأفه. يعني النهارده بيراميدز لو كان داس كان جاب مش اقل من 6-0 بجد. ومجلس اداره نادي الزمالك يعني فاشل جدا. يعني فشل اداره نادي الزمالك زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. سلام.